السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الألوان الجميلة دي هتعمل بها سمك بلطي سنجاري. السمك البلطي بنفتحه من ظهره سنجاري. أنا بصراحة ما فتحتوش أنا النهاردة، أنا بفتحه على طول، بفتح البلاميطة، بس أنا خليت صاحب المحل اللي أنا بشتري منه فتحولي، لأن كنت في الشغل اتصلت بيه وقلت له افتحولي. طبعا غسلته بالليمون والدقيق وطماطم معصورة، غسلته حلو قوي. ورحت جاية بنجهز له بقى التتبيلة بتاعته. تتبيلته جميلة جدا يا جماعة. أنا عندي شطة مهروسة متعانة في الفريزر، طلعت منها، حطيت عليها توم، حطيت عليها بعصر عليها ليمون. ما تحطوش خل على السمك يا جماعة، السنجاري ما بتحطش عليه خل، تتبيلته ما بتحطش عليها خل. زود التوم زي ما انت عايزة. حطيت كمون وكزبرة وحطيت شطة، وقلبته في بعضه مع التوم المهروس، ونبدأ نملح السمكة كده. دي أول تمليحة، يا ريت تسمعوا الفيديو لآخره، فيه حاجات تانية. دي مش التتبيلة الوحيدة اللي أنا عملتها. آه، أمسكه كده أتبله بيها. أنا حاطه له ملح برضو بسيط، مش ملح كتير، وأتبله وش وظهر كده، وأركنه، ونعمل له الفرشة بتاعته، وبعدين نعمل له تتبيلة تانية كمان هقول لكم عليها. الأسماك يا جماعة اليومين دولت في السوق ممكن تجيبوا سمك تلاقوه بيخلي الزيت شكله أصفر وريحته بتطلع، لأنه بيتحط عليه مواد حافظة وفورمالين وحاجات من دي تخلي السمكة تفضل ناشفة في إيدك ما تطراش. فلما تشتري السمك اشتريه من مكان مضمون. انا بشتري السمك من محل بصراحة، شباب عندنا من البلد، شاب عندنا من البلد فاتح في المحل، وفاتح في البلد اللي جنبنا أتميدة. بروح أجيب منه. لما بغلط وأجيب من بره برجع تاني أزعل واندم لأن الحاجة ما بتتاكلش. طبعا أنا معايا فلفل ألوان وبصل وطماطم متقطعة مكعبات، ومعايا جزر بشرته، ومعايا بطاطس برضو لو انت مش عايزة تحط بطاطس براحتك. وحطت لها معلقتين من التتبيلة اللي كانت باقية اللي انا متبلة بها السمك، واضيفت عليها شوية كمون كمان بكزبرة، وشوية شطة تبع ما انت عايزة ما تحطيش بطاطس ما تحطيش، عايزة تكتري الفلفل براحتك. تبقى دي الفرشة ودي التتبيلة. لسه في تتبيلة تانية أنا هعملها كمان، بس أرش معلقتين زيت على كل سمكة كده، معلقة زيت تبقى تحت التتبيلة الجديدة الأخيرة اللي أنا هعملها. هركنها على جنب وأعمل التتبيلة التانية. التتبيلة التانية معايا قرن فلفل أحمر أو قرن شطة زي ما أنت عايزة، أو تعمليها أخضر زي ما أنت عايزة. معايا طماطماية ونص أنا عملتهم السمكتين، وأحط لهم شوية ملح وكمون وكزبرة وليمون برضو، وأضربهم في الخلاط. هحط عليهم معلقة واحدة مية بس تسلك الخلاط إنه يشتغل، وأهوت ملح وكمون وكزبرة مع بعضه، والحبة برضو شطة تبع ما انت عايزة، وعصير الليمونة وفص ثوم واحد، واضربه في الخلاط انعمه خالص. وحطيته اهوت ورصيت عليها الليمون، وندخله الفرن. آه حاجة شكلها يغني بصراحة عن الكلام، في منتهى الجمال. السمك البلطي لا غنى عنه في الأكل. جميلة، وإن شاء الله الصينية تعجبكم، ويكون فيه شير ولايك وتتابعوا للقناة. والسلام عليكم.